الشيخ حمد بن فدغام الآن في مناطق الشرعية. الله أكبر ولله الحمد. طبعا أتكلم يا شباب إن ميرا هي قد صدام حسين. ظهر الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ونعم معهم الإثباتات والدلائل وكانوا تحت الضغط. وكانوا قلنا لكم الفيديو الذي تكلم عنه إنه كان تحت الضغط. الآن أشيكم تسمعوا هذا الفيديو. الآن هو في مناطق الشرعية يتكلم بكل أريحية، يتكلم بالذي وقع لهم في السجن. الرجال شو يموت داخل السجن ما رضوش يسعفوا له. الرجال عذبوهم اشتلهم الدلقاس السلاتيح. يتكلم بكل أريحية وأنه ها حتى أحمد الزبيري كانوا يضربوه يقولوا له قل إني بدك. يعني فارس مناع عمل عملته. ولكن أشتيكم تسمعوا هذا الفيديو. هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة على صاحب أفضل الصلاة والسلام. واليوم أنا ما أتيت من صحراء، أنا أتيت وتركت عماير فلل بمئات الملايين خلفي، وتركت مزارعي وممتلكاتي فيها آلاف النخيل من أعقل النخيل، ولكن الكرامة هي أغلى من ذلك. ويا أبناء قبائل دهم، أيها اليمنيون الأحرار في كل مكان، أيها العرب في جزيرة العرب في كل مكان، إن الذي أتت هي ميرا صدام حسين. ولذلك لم يضيقوا الحوثيون وأنصارهم إلا عندما ذهبت وتصورت عند هذه العمارة الذي أعطيت من رجال أهل كرم. ولذا رحت عندما احتجزت وقد سجنت 9 أشهر، وطلعت أنا كل مذكراتها وصور جنسياتها لدي وموجودة في جهة المزبوطات، وعملت أنا مواقف. ولكن اعلموا أن ما وقع لي أنا وميرا صدام حسين أنه عملية استخطاف إجرامية يقودها المجرم التعيس فارس مناع السحاري، مع أنه شرى الحوثيين مثل أبو علي الحاكم والأنذال بفلوس، وشرى كثير القبائل بعضهم من يعني لا المقربين، وهذه المصيبة. لكن عندما أتت إلي وقصت شعرها فهذا عيب وعار في اليمنيون والعرب في جزيرة العرب. ميرا صدام حسين المجيد هي لاجية، هي عزيزة قوم ذلت، وعندما أتت تريد الاستغاثة ذهبنا وأخذتنا أكثر من 60 طقم، ولذا ودونا إلى بيت ليس سجن. إذا الحوثيين وفارس مناع يقولوا أنه سجن، وجرى علي تحقيق أنا وميرا صدام حسين، وبصمت ببهامي فيرسلوا صور التحقيق أنا وهي في بيت على حراسة مكتفة وفي بدروم. والله على ما أقول شهيد يوم ألقاه إنني مرضت، مع أني أعاني مرض وأني طلبت المستشفى، والله علي ضمينا منعوا مني العلاج، ولكن أنقذني الله عز وجل. أما الولد عمر هذا هو ربته، لأن أمه هي سمية ومتوفية بنت الزبيري، ولكن ربته ميرا وطرحت باسمه حفاظا أمنيا عليها، ولذا هو مسجون معي أنا وهي، أصلا ما تمشي إلا معها. أما الشيبة الزبيري فهم أتوا من بيته ويضربوها أمام عيني من أجل إهانته، وقبيلة أرحب ومشايخها يعلمون بذلك إنه يضرب، وقبائل نهم يعلمون إن عمر معذب الآن. فميرا صدام حسين أخرجوها يوم الجمعة من عندي، فيلم كوميدي إجرامي. بعضهم من الناس الذي من ربعي ذهبوا وخططوا وعملوا كما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم قومه، لذا صوروا. ورجعت عندي يوم الجمعة، أنا ما خرجت اليوم السبت، فقالت أنا يريدوا ضربي إني أقر أنا بن صدام حسين، لكني احتضنت عمي أحمد ويعتبر والدي، ربها 18 سنة. اليوم أنا خرجت من أرضي والتقيت بكم يا أبناء قبائل دهم،
قبائل بني نوف تركز البيض لهم من الأرض إلى السماء مليون مرة، بالخصوص رجال كرماء أصحاب مبادئ. في اليوم أنا أتيت وخرجت أنا كلجي وكرامة، واليوم هذا جفلي عند العرب وعند اليمنيون وعند المسلمون. الكرامة غالية. أنا أريد قطاع مكتف في قبيلة إسحاق. اليوم هذا الاستقبال من أبناء قبائل دام وقبائل اليمن سيأتوا إلى هنا في منطقة الريان. أريد قطاع السحاري ينقبض. فارس مناع دخل علي، وعلي حسين الحوثي وأبو علي الحاكم، هؤلاء أتوني في البيت لكي يجبرونا للتبصيم أننا نعترف بكل هذه الجرائم. فوالله ما رضيت أبصم، والله 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 1000 مرة إنهم أخذوا إجباري للتبصيم، ولكني غلب. و50 يوم معذب بالتعذيب من أجل كرامتي أيها الناس. والله لعنك عهد الله ما نتخلى منك. القبائل الآخرين المناهيل، السيعر، وكذلك المهرة، وكل القبائل اليمنية هم إلا يريدوا تصريح مني. وأنا كنت أريد أخرج وما عملته من مقابلة، خاصة يوم الجعبة فوقي فهم ألبسونيها من أجل أتكلم وأنا في السجن. أما البيان يوم خرج من السجن فهو حفاظا علي من أجل أخرج وأسبب الخروج لهذه المرأة الضعيفة. والله إننا تعرضنا لكل المصائب، لكن كرامتي والله لا أظل شامخا، وإني لا أرجع إلا بقتال عظيم. اليوم علينا الكرامة وحفاظ الكرامة. الكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يلا صفوا. أول شيء صلوا على رسول الله. لحظة. صلوا على رسول الله. أنتم جيتوا مرحبا ومسهلا، وموقف مشرف لرجال بكير خاصة واليمن عامة وما فوق كلها. اليوم مرحبا ومسهلا، أنت عند قبائلك جسم بني نوف وشد حزامك، وما هو سن ويد ما هو سن ويطلب مشان القضية هذه. فاحنا مستعدين رجالنا واموالنا ونعمكم من خبر قبائلنا بني نوف أن تواصل ولا تكون لا صبور باذن الله. والشرف هذا الرجال الدعم الباقيين واهل اليمن. الله والقبيله العربيه حاشد كل اليمنيين حاكما كل القبيله اليمنيه. هم يريدوا طمس الهويه القبليه. علماء وسلامتك. يريدوا طمس الهويه القبليه بشكل عام. ونحن تاريخنا لا يجعل واحد. ابانا واجدادنا حلفاء حتى مع ال سعود. تاريخنا قديم، ولا ممكن يجعلوا ناس يبيعوا مخلفات الدجاج واليوم يريدوا يعملون قياده ويعملون انهم رجال. والله مش رجال، ولا ما هانوا امراه لاجئه ضعيفه تعور كل اليمنيين وكل العرب. فاذا اصبحت معي ميرة صدام حسين فانا اقدم قطع رقبتي انا وابنائي صغير وكبير تحكيما للدول العربيه والمسلمين، معترف بها دولي واقليمي. يا شيخ صلى على النبي.